كم شهرزاد تعلق الإرهاب على شماعة الحركة الإسلامية، يبدو أنها تستغل الحادثة لتصفية حساباتها مع النهضة، يقول أحد المشاهدين. طبعا نجاوب، ما عنديش مشكلة. طبعا نحن نتذكر أنه حركة النهضة كانت هي اللي فجرت فندقين في أواخر الثمانينات. هي من حرق الناس أحياء في شعبة باب سويقة. هي من كانت تخطط لانقلابين فاشلين في 87 و 91. وكان السيد عبد الفتاح مورو في حوار مع مجلة الوطن العربي بتاريخ 21 نوفمبر 1991 قال أن الحركة أقامت هياكل سرية من وراء ظهره وأنه ما كانش في باله. منصف بن سالم مثلا تبنى واعترف قبل ما وفاته بأن كان للحركة جناح مسلح. التوانسه اللي مروا بالجامعه التونسيه يعرفوا احداث. طيب يا شهرزاد حركة النهضة شريك في الحكم اليوم. حركة النهضة ذات الخطاب التركي المعتدل الملغوم والقواعد الأفغانية شريك في الحكم بفضل حركة نداء تونس، يعطيها الصحة. جنت على نفسها وجنت علينا. وعدائي لحركة النهضة نعترف به، ولكن ليس من فراغ، لأنه تاريخها يشهد بأنها كانت حركة عنف. مثلا حركة النهضة شجعت في 2012 و2013 على الجهاد في سوريا، واعتبرت أن السلفيين والإسلاميين اللي تحولوا لسوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية المسلحة هناك ليسوا إرهابيين، وهم رجعونا. وكنا مثلا نتذكر هنا أبو بكر الحكيم اللي مشى لسوريا وهددنا وتبنى عمليات إرهابية. كثيرون هم العائدون من سوريا. مثلا نتذكر في حادثة كلية الآداب منوبة كيف أن الاعتصام نتاع السلفيين الشهير في 2013 ورفع العلم ورفع العلم، نعم، كيف كان يشارك فيه الجناح الطلابي لحركة النهضة، الاتحاد العام التونسي للطلبة. يعني حتى وإن كان هناك عداء، مش على خاطر معناها يعني خطاب يا شهرزاد خطاب النهضة تغير. لا، خطاب النهضة تغير ما لم تغير في مجال في مكافحة الإرهاب على الأقل باعتبار نتحدث عن الذي حدث. أسألك، ما لم تغير حركة النهضة أدبياتها بالمكتوب فمن ما نصدقوهاش لهنا. نتذكر أيضا أن الرسالة الشهيرة اللي رسلها سي الحبيب اللوز في 11 ماي 1991، واللي هدد فيها بقية الأطراف السياسية بعد حادثة باب سويقة، ويقول لهم فيها ويهدد فيهم إذا كان يعني ما ساندوش الحركة شنو ينجم يصير لهم. حركة النهضة أيضا ما ننساوش اللي هي كانت مسؤولة على روابط حماية الثورة اللي وما روابط حماية الثورة. نعم، حركة النهضة هي اللي فرغت الداخلية من كفاءاتها، وهاي النتيجة اللي نشوفوا فيها اليوم. طيب هناك